والصلاة والسلام على مولانا رسول الله آله وصحبه. مستشار جماعي عبد ربي مصطفى بن الشيخ دوار ولاد محمد، جماعة عين شقف، إقليم مولاي يعقوب. السكينة كانت كتخبط شي بعض الأقوال كتقول بأن واحد النائب سميتو عبد القادر بوحميد قام بواحد الخروقات وقيد شي أرض ديال أرض الحجر اللي داتها شركة العمران، قيد على خوتو، قيد على اختو، قيد على العائلة ديالو. ولكن نظرا أنا بصفتي كمستشار جماعي ما يمكنليش نتهم هذا السيد أو نلقي له واحد التهمة اللي ما مزياناش، ما بيدي حتى شي حاجه. بيد القضاء إذا بيد القضاء نعم. ولكن حصلت على اللائحه. نعم. اللي كانت ديك الهضره اللي كانت كتقول من اللي لقيت اللائحه في وزاره الداخليه، تسلمت لي وزاره الداخليه، لقيت مقيد خوتو ومقيد واحد السيد مختل العقل ومقيد واحد السيد ليس لهم ذوي الحقوق. نعم. ومقيد واحد السيده مسحوبه لها الارض العرشيه. نعم. ومقيد واحد السيد نعم. اسمه المزدهر مسحوبه له الارض العرشيه، والارض العرشيه ملي كتسحب من طرف وزاره الداخليه نعم. سيد تحت اشراف السيد القائد كيدير لها محضر نيابي وكيصيفطها لوزير الداخليه وكيجي يسحب من وزير الداخليه، وهذا السيد جاه السحب. لهذا كنلقاه هنا في اللائحه. نعم. لهذا اذا انتم كتعتبروا هادشي خروقات؟ هادو خروقات وزور، والزور نعم. ثابت في حقه. انا كنتحمل هذه المسؤوليه. درت رساله للسيد وزير الداخليه، ورساله للسيد وزير العدل والحريات، ورساله للسيد الوالي، نعم. ورساله للسيد عملت السيد العامل اقليم مولاي يعقوب. ولهذا اتجهنا للقضاء والبارح وضعنا شكايه للسيد وكيل العام ديال محكمه السيناف باش ينصفنا. وانا كان عندي ثقه في العداله المغربيه الحمد لله، وعندي ثقه تامه في المغرب بان نزيه وكيحسدونا على الخيرات اللي عندنا الحمد لله. وانا مأكد بان العداله غتنصف بين الظالم والمظلوم. وكنطلب من الله باش هذا السيد العامل كنرحبوا به، وكنطلبوا من الله عز وجل باش يلبي الرغبه ديالنا وينصفنا حنا كمواطنين. وهذا السيد الزر راه تابع في حقه. ولكن لحد الان حتى شي اداره مازال ما جاوبتنا. نعم. وشكرا. نعم. شكرا سيدي. شكرا.